النهارده هنجرب اكبر منافس بجد لستاربكس وحاجات جامده جدا. يعني بجد المحل ده اسمه مارتن جوز. بجد لو انتشر وابتدى ينتشر في مناطق كتيره قوي، وحاسس ان هيكتسح كل المحلات البراندات اللي احنا عارفينها، وممكن بجد يبقى منافس قوي جدا. يعني انا جربت فيه شويه حاجات كتيره، عايز اقول لكم حلو جدا. جربت الايس كوفي وموكا وكل حاجه من دي. ممكن عايز اقول لكم ممكن معدي ستاربكس بمراحل. فبجد شايف لو انتشر وزود الاماكن بتاعته ممكن يكتسح جامد جدا. وانا بصراحه كان نفسي في الرمان قوي، ما كانش مودي قوي ايس كوفي او كوفي او كده، فقلت اجيب عصير رمان منه. اولا مميزاته قوي وكل اللي بيقولوا عنه واللي انا دقته ان هو عصايره فريش، مش سيرم او حاجات زي كده يعني. لا، عصايره فريش وكل منتجاته فريش. حتى الايس كوفي بتاعه ما فيهوش مراره قوي، وفي كذا ذوق يعني بيرضي كذا ذوق. في يعني لما دخلت جوه بيسألك عن نسبة الكافيه اللي انت عايز تحطه فيه، او نسبة القهوة اللي عايز تشربها في المشروبات اللي فيها نسبة كافيين او كده. فدي تجربة حلوة جدا. وجبت منهم زي ما قلت لكم الرمان. تعالوا ندوق نشوف فعلا طعمه جامد ولا لا. بصوا، يعني اولا السكر مش جامد قوي ومش ضعيف قوي، يعني طعمه حلو. التستات حلوه جدا، ظابطينه ظابطه حلوه قوي. يا ريت بجد تجربوا المحل ده، واتمنى ان ينشروه ويبقى في اماكن كتير، لان بجد متنوع حتى عن ستاربكس وعن اماكن تانية كتير. في الايس كوفي في كل حاجه، حتى في افتكاسات جوه. هبقى اصور لكم المنيو واحطه لكم وتشوفوا الحاجه. واستنونا في حلقه جديده من قناه دوس ودوس. سلام.